السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل أكلة يعني سهلة جدا وقصيرة في الوقت وما بتاخدش منك مجهود، بس تمشي معايا على الفيديو خطوة خطوة. وهننشئها مع بعض وهتبقى جميلة بإذن الله. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعيدة عنكم لأني كنت تعبانة شوية، فأول والله ما شديت كده حالي قلت لازم أدخل أوريكم الأكلة اللي أنا بحب أعملها دي. يعني دي كوسه وهنحشيها. ازاي؟ ده اللي هنمشي بيه بالفيديو. دي كوسه كده من السوق اهي زي ما احنا شايفين. طبعا التزويقه اللي فيها الجميله دي لو عندك انت مفحره اهي، مفحره اللي هي الكوسه بنجيبها وبدل ما بتعملي بالسكينه بتنجريها بالسكينه او بتقشريها بالسكينه، لا بتنجريها باللي هي المقوره دي، جميله جدا. وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. عندي نص كيلو لحمه وعندي كيلو طماطم او حسب الكميه، دول 2 كيلو كوسه حسب الكميه اللي انت تشتغلي فيها. ويلا بينا واحده واحده كده هنمشي مع الفيديو. يلا بينا. كده انا غسلت الكوسه زي ما احنا شايفين اهي. هنا بقى انا عندي هنا مقلايه اهي، ولعت عليها البوتاجاز وهنعمل عليها ايه، نحط فيها الزيت وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. الزيت كده نسيبه يتقلع. احنا بقى ايه، كنا الاول بنفحر الكوسه وبنقورها وبنعمل اللحمه المعصجه فيها. المره دي لا، انا هعملها النهارده بطريقه غريبه جدا. اللحمه اللي في الكوسه بس هحطها في الزيت بس، يعني تاخد لها صدمه من قدام، يبقى لها لون كده، لون معين كده. نحطها هي اهي، مش هقورها المره دي، هعملها بطريقه ثانيه غريبه خالص. زي ما احنا شايفين كده هنديها بس الصدمه كده وهنطلعها تبرد. زي ما احنا شايفين كده البرنجان اخد وش وضغط زي ما احنا شايفين كده، اديته صدمه. هنسيبه بقى ايه لما يبرد، وهنشوف احنا هنحشي هنحشي المؤاخذه الكوسه بطريقه ثانيه، غير طريقه جديده جدا. بدل ما تقوري اللي هو قلب الكوسه ده بيبقى مفيد، طب ليه نرميه؟ اللي احنا هنستفيد منه. وهنشوف هنعمل ايه. الخطوه الثانيه هنعمل الصلصه. هنا هنعمل الصلصه بصله، وطبعا عصرين طماطم، طبعا عامله فيها توم، ممكن تحط فيها بابريكا اللي هي الصلصه العاديه بتاعتي، بس لازم نعمل الصلصه الاول، نخدع الصلصه الاول. طبعا هنا نص معلقه بابريكا، 7 بهارات، فلفل، لازم تحطي ربع معلقه سكر عشان القولون وتعب المعده وكده يعني، فلازم السكر ده بحطه في اي صلصه. وهنا كوبايتين ميه بس على الطماطم، وبنسيبها تتسبك بقى، ونسيبها ايه تتسبك. طبعا كده قطعتها بالسكينه اهي زي ما احنا شايفين اهي، ونحطها في الصينيه ونحشيها بقى ايه اللحمه كده احسن. وعملت كمان 3 كوسيات، يعني 3 حبايات كده، قورتهم بالمقوره عشان ايه اعملها برده بقى تشكيله حلوه. وعملت معاهم كده بطاطسيتين، واحده واحده كده هشوف هنعمل ايه. هنحشي الاول، نجيب معلقه، طبعا كلنا عارفين تعصيجه اللحمه اهي، احنا بنعصجها على طول. الصلصه هي زي ما احنا شايفين. هنحشي ايه الكوسه باللحمه اهو. طبعا زي ما احنا شايفين كده جمالها كده. انت يعني القيمه بتاعت الغذائيه بتاعتها بتبقى موجوده، ما بننجرهاش، لا. انا بقوم عاملاها كده زي ما انتم شايفين كده، هون بعملها على طول. بس انا قلت ايه، ما عملتهاش على القناه قبل كده، فانا هعمل. فكان عندي حبايتين بطاطس وفاض لحمه، طبعا اللحمه المفرومه لان الكوسه ما بتاخدش برده ايه قد كده لحمه. فقلت لا، اخلط ايه بطاطس كده واحط عليها ايه اللحمه عشان تبقى اكله يعني ايه كلها فيتامينات كده. شايفين طبعا انا عندي هنا ايه الصلصه، هسقيها يعني ايه بالكارنيه كده عليها. طبعا احنا سبكنا الطماطم وحطيناها كده من جنب الكوسه كده فوق البطاطس كده. انتوا عارفين ان الكوسه اصلا من الخضروات اللي هي المائيه، يعني بترمي ميه، فاحنا ايه حطيناها كده من تحت كده. وهنعملها بالورق الحراري وهنحطها في الفرن، وهوريها لكم ان شاء الله كده احلى صينيه، يعني من غير ما تتعبي ومن غير ما تقوري بالمقوره، لا. ساعات بتتقطع مننا واحنا بنقورها، لا. الطريقه اللي انا عملتها دي هتفيدك وهتفيد الاسره بتاعتك جميله جدا، ومش هتضيع لك الوقت بتاعك، بالعكس هتختصر الوقت، جميله جدا. وزي ما احنا شايفين كده المنظر عامل ازاي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. الكوسه اول ما تحطها في الزيت بتاخد بس الصدمه من فوق ومن تحت الجنبين، وبعد كده بتطلعها تبرد، وبعد كده ايه بتشوقيها بالسكينه. وطبعا احنا عارفين تسبيك عامله ازاي بتاع الطماطم، وعارفين ان انا عندي في القناه الرابط بتاع اللحمه المعصجه
بتبقى سهله جدا. بتحط لها في فابريكا وسبع حبايات اللي هو 7 بهارات طبعا. والحاجه الاساسيه اللي هو الفلفل، طبعا ده الاكل الاساسي بتاعي لازم بدخله. البهارات بتاعتي الاساسيه اللي هي الفلفل، لازم ده اهم حاجه، اهم من البهارات التانية، لان بيديها طعم جميل جدا. كده هنحطها نغطيها وهنحطها في فرن البوتاجاز، وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بعد ما طلعتها من الفرن شايفين الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده انت بتاخدي فوائد الكوسه وكمان بتحشيها في اقل وقت. واهم حاجه ان انت ما بترميش الحاجه اللي جواها، لا ده امشي على الخطوات دي بتبقى جميله جدا. شايفين الكوسايه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ممكن تعملي رز ابيض مفلفل، بتعملي رزايه ورزايه حسب ما انت عايزه. وبسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد من مطبخنا الشعبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.